اللهم صل على النبي. كده معانا سمك اهو، طبعا بورايه جايه لطش رفيعه جرانايه. الصلاه على النبي. طبعا يا جماعه الاحجام دي دلوقتي هتبقى الايام ديت بتبقى كتير والسمك كله مبطره. اخويا محمد سلامه اللهم صل على النبي ضارب مرمرايه حلوه اهي، اول استفتاح مرمار. الله ينور يا محمد. واكل عليك بايه؟ بالجمبري. الله اكبر ان شاء الله. يومنا نادي استفتاح كده، احنا لسه بالرباط القرومي اهو. اللهم صل على النبي رجاله. اول سمكه تاخد وتدي معايا كده بشكل ودي. دي جراني ياما يا جماعه، باخد جراني ياما. اول سمكه يعني مش صلحها شويه يعني. اللهم صل على النبي. الاربع واصل. السلام عليكم اخواتنا الصيادين اللي تملي مني ومن قلبي قريبين. احلى 100 مسا عليكم يا رجاله، وحشني كتير كتير كتير. اهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد النهارده لحد 18/12/2022. مستهدفين سمك البوري في حواجز اكتوبر شاطئ النخيل السبع حواجز، واحنا النهارده في الحاجز الثالث. وهنستهدف سمك البوري في البرك باذن واحد احد، وربنا يسهل والسمك ياكل علينا ويبقى فيديو مميز. والله وحشاني كل تعليقاتكم، كل لايكاتكم، كل كلامكم، واسف على التاخير واللي جاي احلى كتير. النهارده يا جماعه احنا في الحاجز الثالث في اكتوبر شاطئ النخيل، مستهدفين سمك البوري. واي حاجه تخص طريقه الربط هسيبها لك في صندوق الوصف. ويلا بينا نبص على القرمه ويلا نشوف هنعملوا ايه. حاله البحر ريح شرقي براني، يعني ريح شرقي جاي من البحر، بحر مفور من على الجدران على الحروب، ويعني ميه مسيجه سنه كده فيها العقر السنه مطرح التفوير. هنستهدف سمك البوري في البرك، ويلا بينا نشوف القرمه. والطعم طبعا عجينه زي ما انت فاهم، والزفر عيش. ويلا نشوف القرمه مع بعض. النهارده اخواتي وحبايبي شغالين ببوصه 3 متر عقل قصيره. ادي البركه اللي احنا هنستهدفوها النهارده ايه. طبعا في برك ياما، يعني في برك كتير احنا هنجربه هنا. وشغل البرك يعني ما تشوف لك بركه بركتين تشتغل فيهم. فله صغيره يا جماعه، مش كبيره قوي، تمام؟ يعني فله مش كبيره زي ما حضرتك شايف. شعر فوق 20، تحت 15، سنار 8 امين. لقينا في سمك كبير هنغيره ونحطه في السنار السبعه 8 امين 421. طبعا الزفر عيش والطعم عجينه. وادي البركه اهي، بتمسك بليه العيش كده تعمل لك 3-4 بيل. تسمي الله، طبعا اهم حاجه تذكر الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وترمي كده تخلي العيش يغطس ما يعومش، ينزل في قلب البركه كده اهو. بسم الله، ينزل يفتل كده في قلب البركه، ما يروحش شمال ولا يمين. 3-4 بيل كده. البركه يا جماعه ما بتستخدمش عيش كتير في الزفر عشان السمك بيكسبر لما ترمي عيش كتير. وان شاء الله نضربه حاجه على المباشر، ولو اي حاجه هنصوروها ان شاء الله. شايفين العيش بيغطس ازاي يا جماعه في البركه؟ اتمنى يكون واضح قدامك. وان شاء الله نضربه حاجه على المباشر. طبعا القرمه يا جماعه وطريقه القرمه، اي حاجه تخص الربط هسيب لك في صندوق الوصف طريقه عمل قرمه البوري وطريقه عمل العجينه. كل حاجه يا جماعه انا عاملها ما بحبش اكررها، هسيبها لك في صندوق الوصف. ويلا بينا نصطاده. النهارده شغالين بالفله في البرك، لان انسب شغل في الميات الايام ديت الفله، لان السمك كله مبطرخ شايل. فافضل حاجه الفله، لان السمك مش هيقدر يشد البلحه زي الناس، هيبقى خبيث شويه لان السمك كله مبطرخ. وان شاء الله نجيبوا حاجه على المباشر كده مع بعض. توكلنا على الله. يلا بينا كده نسموا الله ونرموا رميه كده، اول رميه مع بعض على المباشر. طعمنا العجينه ورمينا الزفر زي ما انت شفت، ونسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه تذكر الله، دي اهم حاجه. يا رب تكون الفله واضحه قدامك، عشان اهم حاجه تعرف غطس البوري. الناس اللي سالت على غطس البوري النهارده هنشتغلوا على المباشر. الفله كده تبقى مخنقه بحيث ان انت لما البوريه تيجي تقفل الفله ان شاء الله حاجه تيجي على المباشر هتشوف بعينك. اهم حاجه تبقى ايه؟ مركز مع الفله، لان البوري بيجي يغطس غطس وخلاص، غير الشراغيش وغير الكلام ده. العجينه غير شغل البرغوث والنطاط والحاجات دي، لازم تبقى مركز مع الفله ما تسرحش. يا رب حاجه على المباشر. يلا حاجه على المباشر. بصوا يا جماعه هو بياكل ان شاء الله. يا مساء الحال يا رب. وترجع ورا كده، ما تطلعش على البركه، تبقى قاعد من الفل يعني منقي البركه
تقعد من ورا، ما تكشفش البركه، ما تبقاش كاشف وتقعد تبص جوه البركه، تقعد من بعيد، لان السمك ده سمك حساس عايز شغل التأني. اهو يا جماعه، شفتوا الغطس؟ ان شاء الله نجيبوا حاجه على المباشر دلوقتي. اللهم صل على النبي. اول سمكه معانا كده اهو، الصلاه على النبي. جنشور برده كده يا جماعه، ايه جنشور في البرك كده حلو، الصلاه على النبي. استفتاح كده جنشور، يا مسهل الحال. خليك معايا واللي جاي ان شاء الله بوري، واستنى انتظرونا في البوري ان شاء الله. جنشور برده استفتاح كده، يا مسهل. الصلاه على النبي. كده برده في جناشير يا جماعه في البرك، في جناشير. كل ما نجرب بركه كده لا في جناشير، فرجعت للبركه تاني. طبعا ده ايه، جنشور رفيع. احنا كل ده شغالين على البوري طبعا، ربنا يسهل الحال ان شاء الله البوري ياكل. بس انا بصور لك اللي بيحصل معايا. طبعا السمك يا جماعه الايام دي كله مبطرخ، فما حدش يستغرب ان السمك يعني ضعيف وكده، وان شاء الله اللي جاي احلى. اللهم صل على النبي. كده معانا سمك اهو، طبعا بورايه جايه لطش رفيعه جرانويه. الصلاه على النبي. طبعا يا جماعه الاحجام دي دلوقتي بتبقى ياما، الايام ديت بتبقى كتير والسمك كله مبطرخ، والله المستعان. وانتظرونا ان شاء الله كده، هنجيب لكم برده ايه السمك هيبتدي يظهر علينا ويكبر ان شاء الله. خليك معايا. الصلاه على النبي يا جدعان. جنشور برده، بس ايه من الجناشير اللي هم ايه صلحوا شويه يعني. الله. طبعا حمو بيصطاد هناك اهو، وادي جنشور اهو. ده يتاخد كفافي حلو بالصلاه على النبي. كل دوت احنا في انتظار البوري، مفيش غير جران وجناشير اللي واكل. ويا رب يا مسهل الحال، يا رب اللي جاي احلى بعون الله. خليك معايا. اللهم صل على النبي يا رجاله. اول سمكه تاخد وتدي معايا كده بشكل ودي. دي جران ياما يا جماعه، باخد جران ياما. اول سمكه يعني متصلحه شويه يعني. اللهم صل على النبي. الاربع وصل. الله اكبر. تعال تعال تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. استر يا رب. اهي الصلاه على النبي يا رجاله. طبعا باخد سمك رفيع هوريهولكوا، يعني سمك ايه مش كله بيتصور، بس لقيت سمكه كده متصلحه ايه قلت اصورها لكم. وخليك معايا كده واللي جاي احلى واكبر ان شاء الله. برضه يا جماعه كده بالصلاه على النبي اهو، دي شويه حلوه برضه كده ايه، ابتدى يتصلح شويه بقولي بالصلاه على النبي كده. الله اكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بنصور الحاجه اللي متصلحه ايه شويه، لان في سمك ارفع من كده. اربع دوت شغال، في سمك بيعمل الاثنين بيعملوا منه الربع. بحاول اصور لك الايه السمك اللي هو متصلح شويه. ابتدى السمك يتصلح كده لما الميه ابتدت تعمل نقص. يعني انا اول ما جيت كانت الميه عامله زياده، كان السمك واكل رفيع او جناشير ياما. واول ما الميه ابتدت تعمل نقص اهو، ابتدى السمك ايه يكبر شويه. وانتظرونا وان شاء الله اللي جاي اكبر ان شاء الله. اللهم صل على النبي. تعال. جو غير مناسب يا جماعه، ريح شرقي والع، سمك رفيع بالهبل. بنحاولوا ايه ان احنا ناخد لنا ايه طبق سمك كده قبل ما نروحوا. الصلاه على النبي. شغالين طبعا على البوري زي ما حضراتكم فاهمين في البرك، ولكن للاسف الشديد ريح شرقي والع، جو غير مناسب تماما للصيد، ولكن بنعمل اللي علينا وربنا بيدينا. اخواتنا الصيادين الله كريم، الحمد لله رب العالمين. كده خلصنا صيد النهارده لحد 18/12/2022. اشتغلنا بجو غير مناسب تماما للصيد في حواجز اكتوبر يا جماعه. ريح شرقي والع جامد، هبات عاليه قوي، وهو ريح عالي قوي غير مناسب لكافه عمليات الصيد في حواجز اكتوبر. ولكن عملنا اللي علينا وربنا بيراضينا، قضينا وقتنا وخدنا رزقنا والحمد لله رب العالمين. بفضل الله اشتغلنا في البرك وخدنا كبشه السمك ديت. حاولت قدر الامكان، طبعا انا رميت سمك ياما رفيع، حاولت قدر الامكان استعدل سمك. كنا مستهدفين السمك الكبير، جالنا سمك برضو متوسط على صغير. الحمد لله رب العالمين خدنا كبشه محترمه. دي المكرونيه اخر حاجه اخدها، مكرونيه بصوا قد ايه. السمك برضو يا جماعه كبش السمك بحيث ان احنا ما نروحوش فاضيين. ربنا رضانا النهارده في حواجز اكتوبر، رغم ان السمك النهارده الجو غير مناسب ليه تماما، ولكن بشويه الدقيق ورغيفين البيتين ربنا رضانا في جو غير مناسب. وهو ده الكلام يا جماعه، ان انا ببسط الدنيا، مش بزود تكاليف ومصاريف عليا، بقلل الامكانيات. بحاول اجيب
كبشه السمك اللي انا محتاجها، او اقضي يومي او انبسط. الصيد متعه، سهولته في بساطته. انا ما صعبش الدنيا على نفسي وما كلفش نفسي بحيث ان انا اجيب حاجات ليس لها اي قيمه ولا لها معنى. النهارده يا جماعه احنا بنعمله على اليوتيوب، او بنوريك انت كمحترف او كمبتدئ او كهاوي، بنوريك ازاي تشتغل بالطعوم المجانيه، الطعوم اللي منه فيه اكتفاء ذاتي، بتجيب اكبر احجام السمك. سواء اي نوع سمك بنشتغلوا عليه بنستهدف الاحجام الكبيره، كمان الصغير الله غالب، مع الحمد لله رزق الله اللي يجي نعمه وفضل، ولكن احنا بنستهدف احجام السمك الكبيره، اكبر احجام السمك، سواء شراغيش، بوري، ايا كان. زي ما شفتوا في الفيديوهات، شراغيش كيلوات وفوق الكيلوات، بوري كيلوات وفوق الكيلوات، باقل الامكانيات. هو ده الفكره، لان الصيد بسيط، الفكره بتاعته في البساطه، والتعقيد بتاعه في الصعوبه. انا بصعبها على نفسي واعقدها لما بخش في كذا بند وفي كذا حاجه. اتوكل على الله، الصيد ده متعه، تطلع تطفي دماغك يوم اجازتك، اسبرين مسكن لضغوط الحياه اليوميه والعمليه. مفيش مجال ان احنا نزود على نفسنا حاجه او ضغط ازيد من اللي احنا فيه، كفايه الضغوط اللي احنا فيها. اتمنى النهارده ان شاء الله اكون فدتكم بالفيديو دوت حتى ولو بمعلومه، وانتظرونا في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. اخوكم حمو خياط صياد مغامر. متنساش تعمل لايك للفيديو، واسف على التاخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.